كابتن احمد سليمان مدرب نادي الزمالك سنوات طويله مع الكابتن جوهري، مدرب منتخب مصر، منتخب الشباب، مدرب منتخب الشباب مع كابتن شوقي غريب وانجاز 2001 ثالث العالم، مدرب منتخب مع كابتن حسن شحاته شباب، مدرب منتخب مصر الكبير 2006 2008 2010 سنوات من التألق، ثم عضو مجلس اداره في نادي الزمالك، ثم مشرف على فريق الكره، ثم يعني كان له دور مهم جدا في استقطاب نجوم كتير جدا لنادي الزمالك وطاقم فريق الشرطه، وثم حصل خلاف قوي ما بينه وما بين رئيس النادي، تقدم على اثرها باستقالته من مجلس الاداره. معانا على التليفون كابتن احمد سليمان. ازيك كابتن احمد؟ اهلا بيك كابتن خالد، وحشني حبيبي والله. وانت كمان اخبارك ايه؟ الحمد لله، وتحياتي للمهيب واحمد جلال وكل حبيبي يا كابتن احمد، منور الدنيا يا كابتن احمد، وحشنا كتير وحشنا مهيب بالتوفيق ده، مهيب متألق دايما، واحمد حبيبي يا كابتن خالد على طول متألق. ربنا يخليك يا كابتن احمد، رايك فيما يحدث في نادي الزمالك؟ طبعا فريق الزمالك بيمر بظروف صعبه طبعا لا تمثل الامكانيات الفنيه والماديه والبشريه للوضع الحالي. طبعا بعد ما حصلنا على الدوري وكاس واكثر من بطوله طبعا، وفي تحسن في البطولات بعكس السنين اللي قبل كده، بس الحمد لله حصل تطور من 2014 وحصلت الدوري والكاس. كان لازم نحافظ بنسبه كبيره على القوام اللي خد البطولات ديت للفريق ديت، لكن حتى هذه اللحظه ضم 28 لعيب على الفريق الاساسي اللي هو خد بطوله الدوري والكاس لاول مره من سنين طويله، وضم تدعيم الفريق. وده طبعا في الفنيات بيبقى التسديد بنسبه اكبر والاحلال والتبديل بنسبه قليله جدا. دي جزئيه. احنا بنتكلم على الفتره الحاليه، طبعا نادي الزمالك مش في الوضع زي ما قلت من خلال الامكانيات. في حاجه في علم الاداره اسمها توقيت اختيار القرار. كان في فتره توقف، كان ممكن لو احنا وشفنا اكثر من مره ان كان في اتجاه لتغيير الجهاز الفني، كان في تايمنج اكتر من كده. اثناء الموسم وهو شغال دايما تميل للمدرب المصري اللي هو متابع الدوري وراجل بيدرب في الدوري الممتاز، عارف اللعيبه كويس، متابع، او احدى المحللين او حد بره الاجهزه الفنيه. المدير الفني نادرا ان تنجح اجنبي اثناء الموسم. النادي الاهلي جربها السنه اللي فاتت مع الاستاذ محمود طاهر وحصل فشل فيها وغيروا الاجهزه، وبعد كده في نص الموسم جاب الكابتن حسام البدري، والحمد لله انا شايفه ماشي بخطى ثابته. لكن المدير الفني الاجنبي كان الاستثناء مستر فييرا السنه اللي قبل اللي فاتت، حصل توقف بعد احداث الدفاع الجوي 55 يوم. قدر يعمل اكتر من معسكر للفريق، وكان بقى على ما اظن في الجونه، وعمل اعداد كويس للعيبه، عرف اللعيبه كويس جدا، حفظ النهارده كل 3 ايام. كابتن انت ضد مدير فني اجنبي حاليا، ولا شايف ان كابتن محمد حلمي كان يكمل؟ لا بصرف النظر، انا بقول ماليش بقى ان كابتن حلمي يكمل. المصري اللي يدير الفتره دي حتى بدايه الموسم كان في فتره توقف بتاعت افريقيا، كنت عايز اجيب اجنبي. ما انا بقول لك في حاجه اسمها في علم الاداره توقيت اختيار القرار. طيب عايز اسالك سؤال، خلاص وصلت المعلومه. نمره 1، ندمان ان انت استقلت من مجلس اداره؟ مش ندم، انا سعيد بالفتره اللي قضيتها وعملت اللي عليا فيها، وخلاص لما لقيت في مرحله اللي انا التوقف بتاعي يقف، خدت جنبه ولم اتكلم على نادي الزمالك منهم حتى هذه اللحظه. لم اتكلم على استقالتي او اي شيء نادي الزمالك، احتراما للفتره اللي انا قعدتها في نادي الزمالك وقضيتها، وحسيت الناس اللي عملتها وخلاص، وباخد جنبه وبسيب الناس الموجوده. طيب نمره 2، كان من احد اسباب استقالتك عوده شيكابالا، هل انت راضي عن اداء شيكابالا وعودته ولا لا؟ لا برضه نفس القصه يا كابتن خالد. موضوع شيكابالا الناس بتفسر غلط وناس بتتكلم موضوع. ما ينفعش لعيبه جديده اثناء الموسم، او شيكابالا نجم كبير واضافه لنادي الزمالك، لكن تايمنج ان يجي شيكابالا بطاقم صحفي داخل النادي، ومعه ابن رئيس النادي، ومعه الاستاذ عمرو الجنايني مع احترامي ليه وعيله العدل، وفي فرقه بتتمرن في الملعب جوه وشايفين في لعيب جاي والدنيا مقلوبه حواليها. دي مش اداره في كره القدم. عشان الناس بس موضوع شيكابالا الناس تجاربه فيه جدا. شيكابالا يجي مع بدايه موسم، ما ينفعش النهارده اتكلم على توقعات لعيبه وفي موسم شغال. ده احترام، ده قلب به اداره. انت شخصيا كنت مع عودته ولا لا؟ كنت مع عودته، بس كان بالترتيب اللي عملناه، اللي هو يروح نادي الاسماعيلي يلعب فتره، يبدا شيكابالا كان في سبورتنج لشبونه ما كانش بيلعب، يبدا يروح نادي يبدا يجهز فورمات المباريات، ويبدا يجي نادي الزمالك تاني. وده اللي حصل فعلا من غلطات شيكابالا، ان هو ما كملش الموسم مع طيب سريعا بس عشان الراديو. اسالك سؤال تاني، مين اللعيب اللي انت مضيته شخصيا وما جبتهوش وندمتوا عليه؟ ده كتير بقى. لا قول لي اسامي. في احمد الشيخ. تمام. حسين السيد. تمام. حسين السيد مضى للزمالك. حسين الشحات.
احمد الشيخ حسين السيد. طبعا محمد هاني كان في اتفاق معاه لبقرات النادي الاهلي. رمضان صبحي كان في اتفاق معاه، لكن احدى اعضاء مجلس اداره الزمالك بوظه وما صير بالليل في وسط اهلاويه، وزع الخبر اللي انا بكره الصبح همضي مع رمضان صبحي. يعني انت لا واحده بقى والنبي، استنى واحده والنبي. انا كنت عارف الموضوع ده. يعني انت كلمت رمضان ورمضان وافق على ساعه ما كان عقده بايظ، رمضان وافق. رمضان كان عقده بايظ ومتفق مع احمد سمير، ومقعد مع احمد سمير في المنتخب الاولمبي معاه، وبنقعد نتكلم، وكل يوم نتكلم في التليفون بالليل، وكان المعسكر ينتهي ثاني يوم الصبح، ومخلص معاه الساعه 1 بالليل. انا كان يوم قبله بعد المعسكر. احدى اعضاء مجلس الاداره المسؤولين جدا قعد في سهره مع اهلاويه بالليل، حكى القصه دي كلها. الساعه 2:30 كان مندوبين النادي الاهلي في المعسكر بتاع المنتخب الاولمبي بتاع كابتن حسام البدري بيبضوا رمضان صبحي بالعقد الجديد. طيب بالنسبه لمحمد هاني؟ محمد هاني كان في اتفاق بس والدته اعترضت. عمرو جمال؟ لا لم يحدث. لم يحدث. لعيبه تانية اخرى غير النادي الاهلي كنت اتفقت مع مين؟ في طبعا كان عمر سعد. عمر سعد طبعا لنادي الزمالك دفع ضريبته كبيره جدا سنين. كان تكلفته 1.5 مليون في 1,100,000 عادوا، كان هو فري. بعد كده نادي الزمالك صرف حوالي 30 قد فلوس عبد الشافي، صرف على ثمنها اكتر من مره وجاب اكتر من باك ليفت. كان ممكن النهارده واحد اللي هو محمد علي الجمعه وعلي فتحي وكده وشريف علاء. كل بتاع 4 لعيبه. يعني النهارده الفلوس اللي صرفت على عبد الشافي كان ممكن النهارده كنا خلينا عبد الشافي ده. احنا ما شوف عبد الشافي جاب ايه، وجبنا لعيبه مكان عبد الشافي بديه. طيب اخر سؤال ليه مش هتكلم على مش هرد على سيرتك. لا اخر سؤال. كفايه يا كابتن خالد كفايه. انت خدت حاجات النهارده حاصله بتاعت لا اخر سؤال بس، اخر سؤال. كفايه لا ده كفايه. كان في قرار من رئيس نادي الزمالك بالغاء التعاقد مع بريزنتيشن بسبب ضمن الاسباب مهاجمه احمد سليمان لنادي الزمالك في تحليل المباريات. رايك؟ كلام كله كذب. هات لي مره. انا احترامي لجماهير نادي الزمالك من يوم ما قدمت استقالتي لم ارد على اي حاجه تخص نادي الزمالك، ولن اتعرض لنادي الزمالك، ولن اتعرض لنادي الزمالك. ايه؟ لا اصل خالد بيقول لنا خلاص مش اصل ده من مش هسال خلاص. ده كان من ضمن السؤال اللي هو ساله كابتن خالد. انا يعني هو نص. ثاني حاجه اقول لك مفاجاه لاول مره. اتحدى ان هذا الموسم انا اتقاضى اي مبالغ من قناه النيل او برزنتيشن في العقد. انا كنت راجل شغال متطوع. طيب لتفرغي اكتر لعمل لا الشغل. انت ما بتبصش الموضوع الفلوس ده، انا عارف. معاك مهيبه كابتن احمد. دلوقتي يا كابتن احمد كان علاقتك مميزه جدا بالمستشار مرتضى منصور، وكنت بتعملوا وعلى فكره كان عايز يرجعه تاني. والدنيا كانت تمام. فجاه الدنيا قلبت. وانت مش من طبعك على فكره، يعني انت من طبعك مش هجومي، يعني مش هجومي، مش بتاع مشاكل. انت بتدافع وبتصد. يعني انت بتصد بس. يعني انت كنت حارس مرمى. لن اتكلم عن اي مشاكل تخص نادي الزمالك. انا ما بتكلمش عن مشاكل، انا مش عايزك تتكلم عن مشاكل. انا يكفيني بس. مش عايزك تتكلم عن مشاكل. يا مهيب. انا بس في كلمتين قالهم كابتن خالد، ودي عندي كفايه. ان اداره نادي الزمالك كان عايزه ترجعني تاني، ودي اكبر رد على اي حاجه بتتقال بعد كده. ما هو ده اللي احنا بنقوله، ما فيش امكانيه ان يبقى في قعده صلح. يبقى انا اللي كنت صح. لا انا ما بتكلمش عن قانون يرجع صلح. اما اداره الزمالك تحاول اكتر من مره ان هي ترجع احمد سليمان مش هتكلم تاني خالص. لا انا هكلمك. انا هترشح نفسك كعضو مجلس اداره او كنائب رئيس الفتره اللي جايه لنادي الزمالك؟ اما يكون في انتخابات تتحدد مواعيد الانتخابات ابقى اقول رايي. كابتن احمد جلال معاك. اتفضل. دلوقتي انا كنت عايز اعرف انت مضيت اكتر من صفقه، وناس مهمه زي باسم مرسي، زي ايمن حفني، زي احمد الشناوي، وكنت مصر تحط شرط جزائي. كان ايه وجهه نظرك يا كابتن في الموضوع ده؟ اللي بيقعد في الاتفاق غير اللي قاعد بره. تمام. اللي بيقعد في الاتفاق غير اللي قاعد بره. كل واحد بتحاول تجيبه، وعلى قد التفاوض بتقدر تجيبها. تمام. ازاي النهارده لعيبه الشرطه الثلاثه لعيبه الشرطه عرض نادي الزمالك كان 3.5 مليون، وعرض النادي الاهلي 6 مليون، وقدرت تجيب الثلاثه. مظبوط. صح. النادي الاهلي لم تحدث في التاريخ، عشان الناس بس اللي لم تحدث في التاريخ ان يتواجد عضو مجلس اداره من نادي الزمالك وثلاثه مسؤولين من النادي الاهلي على اعلى مستوى. محمد عبد الوهاب وعلى عبد الصادق. الاستاذ الكابتن علي عبد الصادق مدير الكوره، اللي هو طارق الدير ومدير النشاط الرياضي وتنظيم البوليس. مظبوط. وانا الوحيد اللي قاعد 4 ساعات في اتحاد الشرطه لغايه ما خدت الاستغناءات ومشيت، ومعايا برضه الامانه سامي متولي والمدير المالي بتاع النادي. محمد شيحه كان معاك؟
لا هو محمد شيحه. تمام. ومحمد شيحه ومحمد شيحه. تمام. لان محمد شيحه كان دودار وكيل وخالد قمر واسامه فرحات معروف يوسف. معروف يوسف. تمام. لا اقصد يعني حضرتك قلت ان الشرط الجزائي ده هو اللي رجح كفه الزمالك على الاهلي. لا في لعيبه بتقعد معاه تتفاوض. تمام. يعني هقول مثال للشناوي. مثال للشناوي. احمد الشناوي. الشناوي قعدت معاه اكتر من قعده لا يعلمها احد في مصر، في وجود اصدقاء لي من بورسعيد. رقم واحد طلب ان يكون رقم واحد يحترف بره مصر. تمام. انا كنت نادي 1860 نادي 1860 ميونخ 1860. قلت له يا شناوي انا هعمل معاك رقم واحد عشان تيجي نادي الزمالك. رقم واحد ان تنتقل لي بره، انا هبعتك بره، وبعته فعلا للناس المسؤولين عن امن 860 وما حصلش اتفاق. قلت له بس لو ما حصلش اتفاق ترجع مصر تقول انا عايز نادي الزمالك. والشناوي موجود والمصحف موجود، وفي حاجات هتتقال اسرار لاول مره بعد كده هتتقال. كل حاجه اللي حصلت هتحط قدامه، اللي عايز يكذبني يجي يحط ايده على المصحف يقول انا ما قلتوش. على العموم لم موضوع الشرط الجزائي لم يستفد اي لاعب انضم لنادي الزمالك من الشرط الجزائي، يعني مفيش حد مشي بشرط جزائي. التفاوض غير اي حاجه خالص، بالتفاوض فيه، وكل الحمد لله كان رؤيه. ما حدش قدر يجيب اكتر من شرط الجزائي اللي كنت بقول عليه، ولا باسم قدر يجيب اكتر من شرط الجزائي. لو كان يقدر يجيب ولا ايمن ولا الشناوي كان يقدر يجيب اي شرط الجزائي كان يقدر يجيبه. هو حد كان يتوقع ان ايمن حفني اللي مضى في النادي الاهلي كان 2 مليون دولار ولا 2 مليون يورو؟ صاروا المسؤولين بقى. لا ما انت المسؤول اللي كنت ساعتها يعني. 2 مليون دولار، مليون و500 الف دولار. لا 2 مليون دولار اعتقد باسم مليون باسم مرسي مليون و500 الف. كنت بقول له انا بقى لي فتره ما بتكلمش، حرام عليكم بقى. طيب على العموم كابتن، لا انا عايز اسالك سؤال يا كابتن. انت قلت طب يعني انت قلت لا يعني انت تفضل ان يبقى مديرا فنيا مصريا للزمالك الفتره المقبله. في اثناء ان اقول لك حاجه اتفضل. النهارده ما ينفعش. اوتو فوستر في 2 عملوا الحاله الشاذه دي. اوتو فوستر جه كسب النادي الاهلي. الستارت مهم جدا للنادي اللي اي مدير فني. كان 2-1 ماشي. كان تمام. فييرا جه بس كان 55 يوم. النهارده المدير الفني الاجنبي، مهما انا برضه سمعت حد كده بيقول ان هو مسؤول عن الكوره في النادي، ان هو بيقول ان الراجل وكل المديرين الفنيين كانوا بيتابعوا الزمالك مهما يكن. النهارده على الطبيعه غير لازم المدير الفني الاجنبي ده بيجي بدايه الموسم بتعمل اعداد كويس. كابتن معلش يعني عايز اقول لك حاجه، اللي هيجي مش مطالب ياخد دوري، ما هو خلاص يعني فاهم، اللي هيجي مش مطالب ياخد دوري، يعني مش جاي ياخد دوري لان الدوري خلاص بعد جدا، هو مطالب حتى على الاقل تقدير مركز تاني. مارتن خد دوري مع النادي الاهلي. ايه؟ خد دوري؟ لا ما كملش. مارتن خد الدوري. لا خد الدوري. خد الدوري ومشي. خد الدوري ومشي. هو خسر الكاس. النتائج وخرج من افريقيا. وخرج مشي. النتائج بتاع بص اقول لك حاجه، ماتشات بتمشي مدربين، ده شيء وارد اكيد طبعا. المهم اللي انت يا كابتن في حاجه بندرسها اسمها علم الاداره، دي ماده بتدرس في كل مواد المؤهل العالي. مظبوط. من ضمن توقيت اتخاذ القرار. تمام. توقيت اتخاذ القرار حاليا غلط. تمام. كان في شهر ونص اللي هو النهارده اللي هو قبل بطوله افريقيا، يعني قصدك قبل بطوله افريقيا زي النهارده ما تصحاش. يعني النهارده انا بعمل برنامج مش خلي الغندور بكره مش موجود. طب شوف لاحمد سليمان. مين كان مناسب مصري ساعتها؟ يا نهار ابيض، ده مدربين الزمالك اقوى مدربين في الدوري المصري. طب قول لي مين مناسب مصري؟ وفر له اديني 3 4 حتى كابتن حلمي طولان، حتى اسماء كبيره جدا. انت بتتكلم ازاي؟ طيب كابتن احمد سليمان بشكرك على مداخلتك. مؤمن دلوقتي اللي هو دلوقتي مش مؤمن، ده كان موجود. لا مؤمن اتغضب عليه خلاص. يلا تمام. اشكرك كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق. اعتقد تليفون مهم جدا. هنطلع لفاصل. لا عباد بنطلع لفاصل لازم تلخص المكالمه يا كابتن خالد. لا والتليفون رمضان صبحي كان قريبا من نادي الزمالك. ايوه. محمد هاني كان قريبا والدته رفضت. كمان احمد الشيخ حسين السيد عمر سعد. تمام. بس رمضان كان في اتفاق على خلاص انه يمضي، وكان الوسيط احمد سمير في المنتخب الاولمبي الباك ليفت اللي انتقل للاسماعيلي والمصري بعد تمام. لكن عضو مجلس اداره في نادي الزمالك موجود حاليا. سهر مع ناس اهلاويه، اتسرب الخبر النادي الاهلي جاب وفد ومضى رمضان صبحي جوه المعسكر على فكره يعني وتخلص من القصه دي كلها بحاجه مهمه جدا. وانا عارف
ان هي والناس كانت ان بتعرف. معسكر منتخب مصر الاولمبي ايام كابتن حسام البدري كان مخترقا من الاهلي والزمالك، عرفتوا ليه احنا ما تاهلناش اولمبياد. صباح الفل. عايز اقول لك لا بقى اهم حاجه ايجابيه في الموضوع ده ان الكابتن احمد سليمان سوري يعني هو يعني مش وحش قوي يعني، كان ممكن المستشار مرتضى يقعد معاه والموضوع يتصفى. هو على فكره كان وزاره المستشار يعني كان عايز ما عندوش يرجعه، نوع من كان عايز الحده. يرجعه. كلام الراجل دلوقتي ما قالش لفظ واحد او انتقاد واحد حتى ضد ووضعه في مجلس اداره النادي. ده اهم حاجه من المكالمه، ان في امل ان يبقى في تصالح ما بين المستشار مرتضى والكابتن احمد سليمان.